السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم عن أغنية عملت صدى كبير الفترة الأخيرة، أغنية قلبي دق للفنان ملحم زين. أهلا بيكي وبكل المستمعين. فعلا الأغنية لافتة للانتباه. معانا تحليل فني وإعلامي ليها، وهنبص كمان على كلماتها. هدفنا نفهم سوا إيه اللي خلى الأغنية دي تلمس الناس بالشكل ده. بالظبط. يمكن السؤال اللي بيبدأ بيه أي حد، يعني بعد مسيرة طويلة زي مسيرة ملحم زين، إيه سر الحالة دي اللي عملتها الأغنية دي بالذات؟ هل هي بس أغنية حلوة وخلاص؟ لا، هو الموضوع فيه تفاصيل أكتر من كده. خلينا نبدأ يمكن بالموسيقى نفسها. يا ريت. اللي بيميز الأغنية دي هو المزج اللي فيها. يعني الملحن إيفان نصوح والموزع عمر صباغ ما قدموش أغنية شرقية تقليدية صرف. تقصد إيه بالمزج ده؟ يعني هتلاقي الخط الرومانسي الشرقي، صوت ملحم القوي ده، بس كمان في إيقاعات حديثة، بيانو وتريات وحتى لمسات إلكترونية خفيفة كده. تمام. الذكاء هنا إن العناصر دي بتخدم اللحن الشرقي مش بتطغى عليه. يعني في تكامل، وده بصراحة تحدي كبير. يعني التوزيع مش مجرد شكل جديد، ده بيخدم الإحساس نفسه. فكرة إن اللحن يحاكي دقات القلب دي زي ما اتقال، هل ده وصل بشكل كويس؟ أعتقد اللحن فيه بناء تصاعدي واضح بيجهزك للحظة الانفعال دي. وعمر صباغ كمان استخدم العود، وده عنصر شرقي أصيل حطه وسط التوزيع الحديث ده، فبيعمل حالة توتر لطيفة كده. يعني دي خطوة مقصودة لتجديد شكل ملهم الفني بعد كل السنين دي؟ بالظبط. استغلال للخبرة بس بثوب جديد، يعني نقدر نقول حاجة زي كده. طيب، ده الكلام عن الموسيقى والصوت. أداء ملهم معروف طبعا، بس إيه الجديد المرة دي؟ الجديد هو التحكم الدرامي في الصوت. ملهم مش داخل يستعرض عضلاته الصوتية من الأول. إزاي؟ بيبدأ هادي في قرب كده، وبعدين يعلى بالتدريج مع الموسيقى لغاية ما يوصل للذروة عند جملة قلبي دق. الجملة دي بالذات لافتة. هنا بيستخدم طبقة صوت عالية فيها إحساس مرهف شوية، اللي ساعات بنسميها فالسيتو، عشان يعبر عن الخفقة دي، اللحظة اللي القلب بيدق فيها فجأة. حتى طريقة نطقه للكلام قلبي دق فيها تقطيع واضح ماشي مع الإيقاع. ولو ربطنا ده بالكلمات بقى اللي كتبها فادي مرجان، قلبي قلبي دادا، لما عيونك ضحكت لي عرفت إنه الحب، ماشية مع نفس الإحساس ده؟ تماماً. هي الثيمة الأساسية كلها قايمة على فكرة دقة القلب دي، اللحظة المفاجأة اللي بتنسيك كل حاجة فاتت. زي جملة قلبي دق ونسي الغلا كله. بالظبط. شفتك وجرح التاني اندمل. هنا في الصراع، يعني مش مجرد حب جديد والسلام، في نسيان لماضي ممكن يكون مؤلم. كلمة الغلا هنا ممكن تحمل معاني كتير. يمكن كل شيء عزيز فات، وممكن كمان فيها ربط بالهوية، بالغالي يعني. والحب الجديد ده كأنه بيشفي جرح قديم، فالكلمات بتحكي قصة تحول. طيب، ونيجي للكليب اللي أخرجه فادي حداد في الباترون، ده أضاف إيه للمعنى؟ أكيد أضاف. يعني اختيار الباترون بشواطئها الصخرية وبيوتها القديمة والتصوير وقت الغروب ده خلق جو شاعري ورومانسي. بس هل في رمزية معينة؟ طبعاً. ممكن نشوف الأمواج اللي بتتكسر على الصخور كأنها انعكاس لاضطراب المشاعر اللي في الأغنية. والمدينة القديمة دي بتربط الإحساس ده بالعمق، بالتراث، بالهوية اللبنانية، كأن الحب ده أصيل زي المكان. وده يمكن يفسر لنا شوية النجاح السريع ده، أكتر من 1.5 مليون مشاهدة في أيام قليلة، وتعليقات الناس اللي بتقول الإيقاع بيدق مع قلبي، أو صوت ملحم مع العود بيدوب التلج، ده غير إنستجرام طبعاً. النجاح الجماهيري ده مهم، بس كمان في عوامل تانية. يعني الحملة الترويجية من شركة الإنتاج بلاتينوم ريكوردز كانت واضحة. التيزر والتنسيق مع الإذاعات وكده. بالظبط. وعرضها على MTV وإعلان ملحم نفسه إنها تبقى أساسية في جولته الصيفية الجاية في لبنان والسعودية وفرنسا. يعني في رهان على الأغنية دي. يعني نقدر نقول إنه نجاح مشترك بين جودة الأغنية نفسها والدعم الإعلامي؟ أكيد. وآراء النقاد كمان كانت إيجابية بشكل عام. يعني أغلب اللي اتكتب في صحف زي اليوم السابع أو مواقع زي ميوزك نيشن ركزوا على فكرة التجديد دي، إن ملحم قدر يمزج بين الأصالة والمعاصرة، نقطة مهمة دي. إنه محافظ على هويته بس بشكل متطور. يبقى لو حبينا نلخص كل ده، الأغنية دي تعتبر إيه في مسيرة ملحم زين دلوقتي؟ مجرد أغنية ناجحة؟ لا، أعتقد هي أكتر من كده. ممكن نعتبرها علامة مهمة،
بتثبت إن فنان بخبرة ملحم لسه عنده القدرة ينافس ويقدم فن جديد في 2025. تمام. في تقييم قريته لخص الموضوع ده حلو قوي. قال: في قلبي دق يعيد ملحم تعريف الرومانسية الشرقية، مش كحنين الماضي لكن كهوية حية بتنبض بالتجديد. توصيف دقيق بصراحة. واعتقد ده أهم ما فيها. جميل جدا. يعني مناقشتنا دي كشفت طبقات كتير ورا أغنية ممكن نسمعها ونستمتع بيها ببساطة، لكن وراها تفاصيل كتير قوي. وهو ده اللي بيخلينا نفكر في سؤال تاني يمكن أعمق شوية. اللي هو إزاي الفنانين عموماً يقدروا يعملوا التوازن الصعب ده بين إنهم يحافظوا على هويتهم وجذورهم الفنية وفي نفس الوقت يواكبوا التغيرات السريعة في الموسيقى العالمية؟ المعادلة دي اللي حاول ملحم زيني يقدمها في قلبي دق، نقطة تستحق نتأمل فيها. فعلا سؤال مهم جدا. شكرا جزيلا على التحليل ده. الشكر ليك.